يوم 25 يونيو سنة 2009 الدكتور بتاع مايكل جاكسون اتصل بالإسعاف وقال الحقوه ده بيموت. قال يعني مش هو اللي قتله، وايه علاقته اصلا بقتله، وليه اصلا قتله، وايه اصلا علاقته بالجماعه اياه، وهل فعلا مايكل جاكسون اسلم قبل ما يموت، وايه سر السبحه اللي كان لابسها في رقبته في اخر ايامه، وايه اصلا اللي وداه البحرين سنه ونص وما كانش حد يعرف عنه حاجه. يلا بينا نعرف الملخص مع مورا. يوم 25 يونيو سنة 2009 مايكل جاكسون توفى في عمر ال50 سنة، وكان بيحضر لسلسلة حفلات في لندن اسمها زيزة إيت. دي كانت هيلف فيها حرفيا العالم كله، لحد في الآخر ما الدكتور اداله مخدر، وللاسف هو ده اللي ادى لوفاته، وكان مخدر اسمه بروبوفول. وفي الاخر الدكتور قال لك انا اديته الجرعه الزياده، انا ما كنتش اعرف ان هو هيموت، وقعد بقى يعمل له انعاش ويتكلم لاسعاف، قال يعني هو مش هو اللي موته. وايه قصه الدكتور بتاعه كونارد ماوري اللي قتله واخد 4 سنين بالقتل غير العمد؟ ايه ده بس كده خلاص؟ طبعا، اصل انا ما كنتش اقصد، اصلا مع ان مايكل جاكسون اتسرب له مكالمه هاتفيه قبل ما يموت بيومين وهو كان بيكلم حد وبيقول له الحقني انا مضغوط وهم عايزين يقتلوني بجد، يعني هو ده اللي حصل. فاخد الدكتور قال لا والله انا ما كنتش اعرف كل ده، انا اديته بس جرعه مخدر ان هو كان تعبان جدا، وفي الاخر بات مني، اعمل له ايه؟ لقوا ايه بقى في بيته قبل ما يموت، وهو ده كان سر لازم يخلصوا عليه. لقوا عنده انابيب اكسجين، مهدئات زي بروبوفول، حاجات طبيعيه جدا زي اي حد بياخد مهدئات بالزياده عشان يعرف ينام، ده العادي بتاع مايكل جاكسون. هو كان عنده ضغط نفسي جامد جدا. مش كده وبس، كمان كان في مذكرات كاتبها لزيزة إيت، الحاجات اللي هو هيطلع بيها في الحفلات اللي جايه، وهو ده كان السر. ده غير اللي هو في اوضته سبح اسلاميه وحاجات كلها ليها علاقه بالاسلام. طب هو اسلم ولا ما اسلمش؟ طب كان هيعلن اسلامه ولا ايه اللي حصل؟ نرجع كده فلاش باك، مين هو اصلا مايكل جاكسون؟ بدأ وهو في سن ال5 سنين مع اخواته في فرقه كانوا مكونينها، والكلام ده كان في اول الستينات، وبعد كده بدأوا يكبروا لحد ما انفصل عنهم بعد 11 سنه. حرفيا سنه 1982 دي كانت الفرقعه بالنسبه له، عمل اول البوم ليه واول اغنيه فرقعت معاه اللي كسرت الدنيا. وحرفيا كان بيخاف من ابوه جدا، ان هو كان بيضربه وكان بيتنمر عليه وهو صغير، وده اللي عمل له عقده كبيره جدا جدا حتى بعد ما انفصل عن اخواته. ما كانش عايز ينفصل عن اخواته خالص، هو كان عايزه لا يفضل مع اخواته، لكل كان بيتشار مايكل كان اخواته ما حدش بيسمعهم. فللاسف لما جه انفصل عنه، وخصوصا في اول البوم ليه، الدنيا ضربت معاه جدا. الناس خلاص مجرد ناس هو مايكل طلع هم ناس اخواته. انت متخيل ان واحد عنده 11 سنه يبيع 70 مليون نسخه؟ انت متخيل؟ اكتر من مليار مشاهده، وكسب اكتر من نص مليار دولار. انت متخيلين ده واحد كل ده من اول البوم؟ فتقول لي بقى اخوات مايكل مين؟ صباح الفل. كده كان التوتال بتاعه 10 البومات لحد 2001، وكمان بعد ما توفى عملوا كمان البومات تجميع، يبقى قول كده 12 البوم. وحرفيا كان كل البوم بينزل انا احمل الاولاني، انت كنت بتستنى مايكل، خلاص انت في البوم نازل انت مستني مايكل، كل البوم لازم فيه اغنيه ولا اغنيتين بيضربوا معاك، وحرفيا دول اكتر 10 اغاني استماع على مستوى العالم. وانت متخيل ان بعد كل ده مات مديون؟ ده بجد كان بيعمل تبرعات بجنون. يعني شوف هو اللي وصل له ده كان طيب جدا جدا فوق ما تتخيل. بجد ابوه كان عامل له مشكله ومتنمر عليه ومبهدله، وكل ما بيتشهر كل ما بيطلع تبرعات اكتر. حرفيا كان طيب فوق ما تتخيل. انت لو قعدت معاه هتحس ان ده شخص غلبان جدا ملوش في اي حاجه، فسبحان الله عشان كده ربنا كرمه. انا عايز اقول لك طب ازاي كان مديون مع انه كان غني؟ هو كان غني جدا، طبعا كان غني جدا، كان عنده 6 عقارات منهم مزرعه، ده غير العربيات اللي عنده، كان عنده 10 عربيات واشهرهم مرسيدس، ده غير بقى شقق الايجار والحاجات اللي هو كان بيشتغل فيها سواء للعلاج او سواء عشان يقعد فيها يوزع فيها الاغاني بتاعته. طب هو في الاخر يعني اسلم ولا لا؟ في ناس بيقولوا اسلم وفي ناس بيقولوا لا، بس هو في اخر ايامه كان بيلبس سبحه في رقبته، ولما توفى لقوا برضو السبحه دي موجوده في اوضته، وفي حاجات كتيره للقران او للاسلام في اوضته، ودي حاجه غريبه جدا. ده حتى الحارس بتاعه جه غيره في اخر ايامه بعد ما ركب البحرين، وكان اسمه محمد. على فكره ممكن تدوروا ورا الحارس ده، الحارس ده كان مشهور جدا وكان ماشي معاه في كل حته هو بيروح. فهو اسلم ولا ما اسلمش؟ ممكن ما لحقش يعلن، ممكن كان هيعلن بس الجماعه اياهم خلوا الدكتور يخلص عليه. الاخر هو في الاخر توفى، والله يرحمه. مش عارفين بقى هو اسلم ولا ما اسلمش، بس الراجل ده لو كان اسلم كان في ناس كتير هتسلم وراه، فكان لازم يخلصوا عليه. بس قول لي بقى ايه رايك في الفيديو ده، واكتب لي في الكومنتات بتحب مايكل ولا ما بتحبوش. وطبعا ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك للفيديو عشان عجبك الفيديو، عشان في كمان جزء تاني هنعمله. سلام.